كنت بتكلم مع أصحابي على تطبيق زوم، وكنت فاتح سكرين فيديو، وفي الوقت ده كنت بنزل برنامج من على النت من خلال برنامج انترنت داونلود مانجر. وبعد البرنامج ما نزل طلعت في رساله بتعرفني ان البرنامج اللي انا نزلته ما فيهوش اي نوع من الفيروسات او الملفات الضاره. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. فأصحابي كانوا مستغربين جدا من اللي مكتوب ازاي. يعني أحمد برنامج AVG Internet Security عمل فحص مضاد للفيروسات من غير ما انت تتدخل. ده إن شاء الله لو هنتعلمه الفيديو اليوم، مع ان الموضوع ده قديم جدا، بس واضح ان في ناس كتير ما تعرفش عنه حاجة. والموضوع مش لازم على برنامج AVG Internet Security، انت ممكن تستخدم اي برنامج انت مثبته للحماية من الفيروسات. بس أنا عشان شاري النسخ والمدفوع من البرنامج AVG فأنا بستخدمه على طول. ده حتى كمان النسخ المجاني منه ممتازه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أحمد الغاوي، وأهلا وسهلا بكم في قناة مش هنخلص كلام، وفي صفحتي على فيسبوك غاوي إديتور، حيث نشارككم فيه كل ما يساعدكم في مجالات البرامج، الإضافات وأسرار المونتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الشرح أرجو منكم تدعوا لي أستاذ الباشمهندس أحمد نجيب بالرحمة والمغفرة. بص يا صديقي، الموضوع سهل وبسيطه. هتفتح برنامج انترنت داونلود مانجر، ثم خيارات هتفتح معاك الصفحة دي، هتختار التحميلات، ثم النزول إلى الأسفل عن إعدادات التحقق من الفيروسات، ثم الضغط على كلمة تحرير هتفتح معاك الصفحة دي، ثم أول اختيار عندك برنامج الفحص من الفيروسات، ثم الضغط على كلمة استعراض هتفتح معاك كده. يا صديقي انت جدع تختار برنامج الحماية اللي انت مثبته عندك على الجهاز، بارتشن سي، أو ممكن تختار برنامج ويندوز ديفندر ده إذا كان في حد بيستخدمه أصلا. البرنامج ده شركه مايكروسوفت ابتلتنا بيالله، برنامج كله مشاكل، وأي حاجة عندك بيقولك فيها فيروس. المهم لو أنت بتستخدمه هتحدد مكانه وهتختار. بس أنا بستخدم برنامج AVG، هتقف على أيقونه على سطح المكتب وكليت يمين ثم فتح موقع الملف، هيفتح معاك كده، هتاخد اللوكيشن الخاص بنسخ، ثم هترجع تاني هتعمل لصق. هنا تم الضغط على مفتاح انتر من الكيبورد، هيفتح معاك مكان موقع تثبيت البرنامج، هتختار الأيقونة دي ولازم تتأكد منها دي، ثم الضغط على كلمة اوبن زي ما انت شايف، المسار اتحدد صح، ثم هتنزل إلى الأسفل، هتدوس حسنا ثم موافق، ثم غلق أي نافذة مفتوحه، وجرب بقى يا عم. كم مدة حلق شعر العانة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحا الشبشب ضاع. ده انت حبيبي، كفاية احترامك. ده انت راجل بارد زي ابوك. انزل أي حاجة كده من على النت وطمن كده انت أمنت نفسك بنسبة 95% من الفيروسات، وانصحك بشده انك تشتري البرنامج ده، والله العظيم كويس جدا جدا، وحالات دي كله دولار الدفع. فيه الناس اللي تعرفني انا نادرا لما بشتري اي برنامج وهتختاري الايقونة دي. بس كده يا عم دلوقتي انت اي برنامج هتنزله من على النت، صوره او فيديو او تطبيق اي حاجة، هيتعمل لها فحص قبل ما تنزل على الجهاز. الموضوع سهل وبسيط. ويلا سلام، كان معاكم اخوكم احمد الغاوي، وده صوت بالاي اي.